خلال مدة كبيرة ولم تنظم فيها مهرجانات مسرحية مع يعني مهرجان أدب وسينما المرأة الذي كل سنة يعطينا تنفس وراحة ولقاء مع الفنانين. يعني في المسرح سعيدة أن تنظم منذ زمن بعيد هذه التظاهرات لأسباب كثيرة، يعني العامة فيكم والخاصة يعرفون أسبابها، لأن سعيدة كما تعرفون كانت قبلة حقيقية للمسرح الهاوي بالخصوص، وكانت خزان للمسرح المختلف. كذلك سعيدة كانت تصنع فضاء للتحاور، للحوار، للثقافة، للفكر في زمن طويل، إلا أن الظروف يعني وخاصة العشرية السوداء وما شابهها أثر كثيرا على تطور هذا الفن المسرحي بالمدينة. على الرغم كذلك من فتح مسرح جهوي بسعيدة، إلا أن كل الإنتاجات التي كانت تنتج يعني كانت عبارة عن إنتاجات تنتج وتخزن في الأدراج، يعني دي سبيكتاكل إفيمير، يعني يخرج عن سبيكتاكل يتعب 5 فوا 6 فوا ماكسيموم 10 فوا ويروح. هذا عيب من عيوب الإنتاج الوطني والمحلي. الشيء الثالث اللي هو مهم كذلك هو أن هؤلاء الشباب يعني خاصة الشباب الجيل الحالي يعني ما يعرفوش التقاليد المسرحية الموجودة في سعيدة والإرث الثقافي اللي كان موجود في سعيدة، اللي كان يضاهي كثير من الولايات، لأن سعيدة كانت تعتبر من بين فرق المدن القاطرة، يعني لي فيل لوكوموتيف تاع تياتر الجزائرية، وين أنتجت الكثير من الفرق وأسست الكثير من الفرق المسرحية التي كانت تجوب الكثير من الولايات الوطن. يعني في الحقيقة أنا جد سعيد بحضوري معكم، سعيد كذلك بوجود جناح أحد أعمدة المسرح وأحد المناضلين الأكفاء الذين يحبون المسرح حبا لا مثيل له. يعني جناح نرحب بك، مرحبا بك في سعيدة بلادك لتلوسي. الحاجة الثانية هو أن لازم من خلال هذه اللقاءات يعني أنا اقترحت على إدارة المهرجان أننا ما نبقوش في ذيك المحاضرة العقيمة، ذيك المحاضرة الأكاديمية العقيمة وين ما كان، بغينا نفتحوا نقاشات يعني سي دي ديبا سور دي تيماتيك بيان بريسيز. بالأمس كان الأستاذ الدكتور بن عيسى تحدثنا على موضوع المسرح والجامعة، وكان نقاش شيق وين تبادلنا أطراف الحديث، وين أون توشي دو دوا الكثير من الإشكاليات اللي تعيشهم الجامعة كمؤسسة تكوينية. واليوم فضلنا أننا نتكلموا على موضوع مهم جدا اللي هو المسرح والاقتصاد. يعني في الحقيقة أنا ما غاديش نهدر بزاف، نخليكم نتوما تهضروا. عندي 3 محاور كبرى. أولا المسرح كصناعة اقتصادية، ثم موضوع التمويل والاستثمار في المسرح، ثم التأثير الاقتصادي للمسرح. يعني وأهم يعني التحديات التي يواجهها المسرح كمؤسسة اقتصادية. يعني كل التحديات اللي يواجهها لي زاماتور، لي كوبيراتيف، المسارح الجهوية، يعني التحديات الاقتصادية اللي نعاني منها. يعني أنتم تعرفون أن